صحيح انت ما خدتيش حقك، لكن على الاقل يكفيك ان ابنك واحد من الناس اللي صحصحت الناس. شد حيلك، ربنا يصبر قلبك. عايز تقولي حاجه اخيره؟ اتفضلي. عايزه اقول حاجه مباشره للرئيس مرسي. اتفضلي. بص يا دكتور محمد مرسي، انت كذبت عليا وكذبت، وبدليل جيكا. الدليل ان انت ما حملتكش وعدتني بدم محمد وانت ما كنتش رئيس، والدم تاني نزل وما كانش ينفع ينزل ولا كده وانت رئيس. خلاص يبقى وعدك ده كذاب كاذب. دي اللي انا اقولها. بس انا بناديك في حاجه، بلاش تعمل للولاد اللي في التحرير حاجه بقسط الداخليه اللي بتاعتك دلوقتي. اعتبر ان عبد الله في خيمه، واحمد في خيمه، واسامه في خيمه، وعمر في خيمه، وهيتضروا. من هنا، من المنطلق هنا بناديك بلاش تضر الولاد اللي في التحرير. اكد عليهم مفيش اي مبرر يبرر ان ولاد التحرير دول او اللي عند الاتحاديه يتضروا تاني، يتخدشوا تاني، لان احنا حفظنا المسلسل. شفتي بقى ان محمد موجود؟ محمد مأثر فينا كلنا، ومحمد هو اللي عامل فيك كده. ايوه. طيب يبقى محمد ما راحش دم هدر. محمد كان راجل وانت بتشتغلي بفكره دلوقتي، وبتتكلمي بفكره، وبتتكلمي زيه، وبتقولي زيه، واخده منه كتير جدا.